السلام عليكم الزلفلاوان. اليوم ندير لكم كيما الديول بصح يشبهوا المحجب. كاينين يداروها بصح انا نديرها على طريقتي بالاوراق تاع الديول. هنا عندي الحشوه، عندي فلفله كبيره خضراء، اللي عندها الحمراء معليش تزيدها. عندي بصله، حبه طوماطيش، نص حبه طوماطيش، شويه زيت، شويه فلفل، شويه ملح. نديرهم يطيبوا يتقلاو، ومن بعد نزيد لهم الطون، ومن بعد نوليو نشوفوا كيفاش نديروها. شوفوا البنات، الحشو تاعي وجد. هذوك قلت لكم ندير لكم ديول كيما المحاجب بصح كيما البوراك، بصح طريقه مختلفه شويه. الحشو تاعي راه وجد. درت له شويه زيتون، شويه فرماج. هنا درت جوج بيضات، درتهم هكذا كيما اومليت. نزيد لها ندير هذا مع هذا. نحيو هادو الوريقات تاع الديول، ومن بعد نوليو نشوفوا كيفاش نفصنيوها. دعيو ذا تقبيليت هذا هي غاتي في الفلفل قلينا تبصلتني غير يخدم غاكنيا. راني غاشي طوحو زمور، شي طوحو فرماج. هاد ما غدسنت ملالين سوخت ندي كايني عامل اومليت غترنو غير داخل. الديوليين غاتكسر في ورق باش يغون يستعتي تسخل تغويين غاتكسر في ورق هنا نقول راك تدسينا كي نكمل. نسيت ما قلت لكمش، زدت شويه تاع الطون الويل هنا. انا درت ماشي صوص طوماط، درت نورمال الويل. انا درت وريقات تاع الديول، زدت لها هذا الفرميت تاع لي زومبرغور. هذا يتباع، كاين هذا لا كولور هادي وكاين لا كولور هادي واسمو تشيزي. هاي لا مارك تاعو، هذه تارتينو، وكاينه تشيزي. درت فوق الخليط، ومن بعد نديرها هكذا كيما المحاجب الصغار، سهلين، طريقه سهله. شوفوا البنات، تريد تاخذ الراي. شوفوا فوالا هكذا. انا درت ديجا جوج، شوفوها من هيك. نكمل انا الطريقه كيما هذه، ومن بعد نقليهم تشوفوها في طبق تقديم. القليه نتاعو جوج تدهنوا المقله تاعكم بالزيت، تدهنوها برك، تدهنوا هادو بالزيت، ومن بعد تديروهم فوق النار حتى يحمروا. شوفوا البنات، هادو رايحه ندهنهم بالزيت هكذا من الفوق. تدهنها كاس الزيت، كاس فياس الزيت كي غاد باخني المقلاني غاد باخني سكراس داغ الزيت. هذا مشيت كرا غير داخل المقله. تتعسى تشحل غاس الغاز، غتعسى غير ما حمر وداد ممكن تيزكواغين يجيو حمورة، يتحمروا مليح. مازالهم نخليهم هكذا يتقلاو يطيبوا. طيب هذيك الورقه تاع الديول، شوفوا نخليهم هكذا يطيبوا، ومع نشوفوهم في الطبق تقديم. شوفوا البنات، البوراك فاصون محجب كيفاش جاو. تقدروا ديروا داخل معدنوسه. انا ما درتش خاطر ما يحبوش الدراري، درتهم هكذا برك. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاعي، قلبي يأذن. صحه فطوركم، الى اللقاء في الوصفه القادمه ان شاء الله.